أنا مش داخل أقولك كلام تحفيزي فارغ ولا أقوم غير حياتك في 5 دقايق. أنا داخل أتكلم معاك كده على الهادي. لو أنت من الناس اللي بتصحى تقول هبدأ النهاردة، وبالليل تقول بكرة إن شاء الله، وكل يوم نفس الحوار، فأيوة، أنا بكلمك أنت. خليني أقولك حاجة بصراحة، أنت مش كسول ومش فاشل ومش محتاج حد يزعقلك. أنت بس مضغوط ومخك تعبان وبقيت بتهرب بدل ما تواجه، وده طبيعي. أي حد في سنك مر بكده. عارف إيه المشكلة بجد؟ مش إنك مش بتعمل، المشكلة إنك حاسس بتقل قبل ما تبدأ. المذاكرة تقيلة، الشغل تقيل، حتى إنك تقوم من السرير تقيل. فمخك يعمل إيه؟ يقولك سيبها دلوقتي، افتح الموبايل شوية، ومش 5 دقايق، ساعة، واليوم يضيع. وبعدين تيجي اللحظة اللي تكره فيها نفسك. عارف الإحساس ده؟ أيوة، ده وحش. طب نعمل إيه؟ مش هقولك غير حاجة واحدة: بلاش تفكر كتير. التفكير الكتير هو اللي موقفك. مش مطلوب منك تذاكر اليوم كله، ولا تغير حياتك، ولا تبقى إنسان جديد. مطلوب منك حاجة سخيفة قوي: 10 دقايق. 10 دقايق بس. قول لنفسك هعملها 10 دقايق وخلاص. ذاكر، اشتغل، اعمل أي حاجة. ولو دماغك قالك زهقت، قول له ماشي كفاية. بس المفاجأة بقى إنك غالبا هتكمل. مش عشان بقيت جامد، لأ، عشان أصعب حاجة عدت: إنك تبدأ. لو أول حاجة تعملها وانت صاحي هي الموبايل، أحب أقولك اليوم ده اتحرق. جرب بس يوم واحد، تصحى، تغسل وشك، تقعد دقيقة ساكت، تكتب حاجة واحدة تعملها. مش لستة، مش خطة 5 سنين، حاجة واحدة، وهتشوف الفرق. قبل ما تنام وانت ماسك الموبايل ومش طايق نفسك، اكتب 3 حاجات صغيرة لبكرة، صغيرة قوي، عشان لما تصحى ما تحسش ان الدنيا داخلة عليك شمال. مش كل يوم هيبقى حلو، ومش كل مرة هتنجح، بس انت لو عملت حاجة واحدة صح، حتى لو بسيطة، انت كده ماشي. وما تسمعش الصوت اللي جواك اللي بيقولك انت متأخر. انت مش متأخر، انت بس تايه شوية، وده عادي. لو وصلت لحد هنا، يبقى انت فعلا عايز تتغير. اعمل لايك واشترك لو حابب تسمع كلام حقيقي، وابعت الفيديو لحد حاسس انه تايه زيك. واخر حاجة، مفيش حد جاهز 100%. ابدأ وانت مش جاهز، دي الطريقة الوحيدة.